في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. في تايلاند بيعرف الأب ابنه كام تاريخ عيلتهم، وبيقول له إنهم آخر سلالة الجاتا، وهم المسؤولين عن حماية الأفيال المحاربة اللي بيقودها الملك، وكانوا بيستخدموا الفن القتالي المميت المواي تاي في حالة إذا فقدوا أسلحتهم. والمواي تاي فن قتالي تايلاندي قديم وعريق، بيعتمد على اللكمات والركلات السريعة القوية واستهداف الأماكن المميتة في الجسم. بيعتني الأب وابنه كام بأحد الأفيال المحاربة، وبتمر السنين وبتنجب الأم الفيلة فيل صغير اسمه كون، وبيصبح كام شاب قوي، وكون بيكون مقرب جدا له، بيكون بمثابة أحد أفراد عائلته. في أحد الأيام بيحاول مجموعة صيادين يصطادوا كون، لكن بتيجي أمه تدافع عنه، وبيطلقوا النار على الفيلة الأم وبتموت. بيتدرب كام على الفن القتالي المواي تاي وبيتقنه ببراعة. في أحد الأيام بيروح الأب وابنه كام عشان يعرضوا الفيل بتاعهم على الفحص الطبي في مهرجان كبير، لكنهم ما بيسمحوش بدخول كام، وبياخد كون يفسحه وبيشتري له جرس بيعلقه في رقبته. وأثناء وقوف كام في المهرجان بيعاكس مجموعة أطفال كون وبيستفزوه وبيروح وراهم، لكن كام مش واخد باله. بيكتشف والد كام إن لجنة الفحص الطبي عاوزين ياخدوا الفيل منه، وبيتصدم وبيرفض، وبيطلقوا عليه النار وبيحاولوا ياخدوا الفيل، لكن الفيل بيهاجمهم، وبياخدوا كون عشان يروح الفيل الأب وراهم ويخطفوه، وبيستدرجوه لعربة وبياخدوه. وبيحاول كام يوصل للفيل لكنه ما بيلحقهمش، وبيروح كام بغضب لمنزل مدير الفحص الطبي وبيهاجم الحرس بتوعه، وبيسأله عن مكان الفيل، وبيقول له إنه في مدينة سيدني في استراليا عند شخص فيتنامي اسمه جوني، وبيقول له إنه بيدير مطعم هناك. وبياخده كام معاه في مركب عشان يضمن إنه يخرج من عنده في سلام، وبيطاردوا حراسه. بيقدر كام يهرب منهم، وبيوصل لمدينة سيدني في استراليا، وبياخد تاكسي عشان يروح للمطعم، لكن بيتضح إن السواق مش هو صاحب التاكسي، وإنه لص سرقه، وبتطاردهم الشرطة. وبياخد اللص كام رهينة عشان تتركه الشرطة، لكن كام بيهاجمه وبياخد منه المسدس. بيطلق ضابط شرطة اسمه فينسنت المسدس على اللص، وبيحاول يطلق النار على كام، لكنه بيهرب بسرعة، لكن بيوقفوا الضابط ماركو وبياخده في سيارة الشرطة، وبيستغربوا من اللي عمله زميلهم فينسنت. وبيسأل مارك كام ليه جيت سيدني، وبيقول له إنه حضر عشان يبحث عن قرايبه ويقصد الفيلة. بيمروا بالصدفة أمام المطعم، وبيشوف كام جوني، وبيقول كام لمارك إن هو ده الشخص اللي خطف قرايبه، لكن مارك ما بيصدقوش وبيقول له إيه دليلك، وبيقول له إن صورته كانت معاه في حقيبته اللي تركها في التاكسي، لكن مارك ما بيقتنعش بكلامه، وبيهاجم كام الضابط اللي بيسوق السيارة، وبيخرج كام وبيهرب، وبيجري بسرعة ورا جوني عشان يلحقه، وبيوصل وبيسأله عن الفيلة بتوعه، لكنه بيوجه له ركلة قوية جدا، وواضح إنه محترف فنون قتالية. وبينهض كام وبيهاجم الحرس بتوعه بقوة، لكن جوني بيكون مشي، وبتقول له بنت اسمها بيلا إن جوني شخص خطير، وبتنصحه ما يطردوش، لكنه بيصر يوصله، وبيشهر واحد من رجاله عليه سكينة، لكنه ما بيهاجموش وبيكتفي إنه يكسر مصباح في عمود إنارة طوله حوالي 5 متر. بيخاف الشخص منه وبيطلب منه كام يوصله لمكان جوني. بيروح وراه وبيتضح إنه بيسلم مخدرات لأحد العصابات، وبيهاجمهم كام بقوة واحترافية، وبيخاف تاجر المخدرات من كام وبيترك جوني وبيمشي. بيغضب جوني بشدة وبيستدعي جميع أفراد عصابته، وبيوصلوا في لحظات على عجل تزحلق، وبيحاصروا كام لكنه بيهاجمهم بكل مهارة، وبيقفز بمنتهى البراعة وبيهاجمهم. وبعد معركة طويلة وشرسة بيقضي كام عليهم كلهم، لكنه بيفقد الوعي في النهاية بسبب تعبه الشديد. بتشوفه بيلا اللي كانت مع جوني وبتاخده تنقذه في بيتها، وبيسحب قائد الشرطة من مارك وزميله مهمة مطاردة كام، وبيديها لفينسنت. وبتخرج بيلا لشغلها، وبتشوف جارتها كام عندها وبتبلغ الشرطة عنه، وبيصحى كام وما بيلاقيهاش، وبتشوف بيلا كام في التلفزيون وبتعرف إنه مطلوب من الشرطة. بترجع تاني لبيتها بسرعة عشان تنبه كام، لكنها بتشوف عربيات الشرطة، وبينجح كام في الهروب بسرعة من الشباك، وبيجي رجال فينسنت وبياخدوا بيلا، لكن كام بينقذها منهم، وبتقول له إن في خلف المطعم مدخل سري
ممكن يدخل منه ويجيب الفيلة بتوعه. وبيوصل كام لمدخل المطعم وبيدخل وبيهاجموا الحرس وبيهاجمهم بكل قوة، وبيدفع واحد منهم من أعلى السلم، وبيطلع المبنى يدور على الفيلة وبيهاجم كل الحرس اللي بيعترضوا طريقه، وبيوصل لأعلى طابق وبيسألهم عن الفيلة وبيشوفوا جوني وبيضحك عليه، وبيهاجموا بركلاته القوية والأسطورية وواضح إنه محترف جدا، وبيرميله جرس فيلو كون الصغير لكنه بيغضب بشدة لما بيشوف الجرس بتاعه، وبيلفه على إيده وبيهاجم جوني بيه، وبيوجه له ركلات سريعة وقوية جدا، وبيهاجم حرسه بقوة، وبيدفع جوني في زجاج أحد الأبواب، وبيدخل كام للمكان اللي بيضعوا فيه الحيوانات قبل ما يذبحوها ويقدموها كطعام للزباين، وبيكتشف إن المطعم بيستخدم الحيوانات المفترسة والغير مصرح بأكلها وبيقدموها للأكل لأصحاب الأمزجة الغريبة من الناس. وبيشوف هناك الضابط مارك اللي حبسه فينسنت هناك لأنه اكتشف إنه بيعمل لحساب جوني، وبيشوف كام فيلو كون وبيهرب هو ومارك قبل وصول الشرطة، وبتيجي الشرطة وبيقبضوا على جوني وبيصادروا الحيوانات. بيستخبى مارك وكام في أحد المعابد البوذية وبيبحث فينسنت ورجاله عنهم. بيلاحظ مارك إن في شخص بينظر له باهتمام وبيعرف إن وجودهم في المعبد أصبح خطر، وبياخد كام وبيغادروا المعبد، لكن أثناء ما هم في الطريق بيخمنوا إن رجال فينسنت ممكن يروحوا يهاجموا المعبد، وبيقرروا يرجعوا عشان ما يهاجموش المعبد، لكنهم لما بيرجعوا بيكتشفوا إنهم أشعلوا فيه النار وهاجموا الكاهن، وبيلاقوا مقاتل كابويرا في انتظارهم، وبيهاجم كام بكل قوة وبراعة وبيوجه له ضربات وركلات احترافية غير متوقعة من كل اتجاه. لكن في النهاية بعد طول صراع بيتمكن منه كام وبيهزمه. بيدخل يهاجمه مقاتل تاني بيستخدم فن الوشو القتالي وبيهاجمه بسيف، وبياخد كام عصيان الطبول وبيواجهه بيهم، وبعد طول صراع بينجح انه يتغلب عليه وبيهزمه، وبيلاقي امامه مصارع ضخم جدا بيهاجمه وبيخنقه، وبيوجه له كام مجموعة ضربات وركلات قوية لكنها ما بتأثرش فيه، لكن بتوصل الشرطة المعبد وبيهرب المصارع العملاق، وبينصح مارك كام يرجع تايلاند أحسن له وإنه هيساعده للرجوع عن طريق أشخاص يعرفهم في المينا، لكنه بيستيقظ وما بيلاقيش كام، وبتوصل له الشرطة بعد ما عرفوا براءته وإن فينسنت دبر له مكيدة. روز بتعمل مؤتمر صحفي بتعلن فيه توليها لمجموعة شركات، وبيعمل جوني وفينسنت عندها، وبيروح لهم كام ومعاه كون وبيعترضوا الحرس وبيهاجمهم بقوة، لكن بيجي فينسنت ورجاله وبيحاولوا ياخدوا كون، وبيحاول يطلق الرصاص على كام، لكن بيجي مارك وبيطلق الرصاص على رجاله، وبيجي جوني وبيطلق الرصاص على مارك، وبياخد مارك فينسنت رهينة، لكن جوني بيتركه وبيطلق الرصاص على فينسنت وبيقول له لأنه أخد مكانه في عصابة روز وإنه كان لازم يقتله. بيدخل كام لقاعة كبيرة وخلفها هيكل عظمي للفيل الأب اللي ذبحوه وقدموا لحمه للزباين أصحاب المزاج الغريب اللي بياكلوا لحوم الفيلة. بيحزن كام بشدة لما بيعرف إنهم قتلوه وبيهاجموه وما بيردش لهم أي ضربة بسبب الحزن الشديد والصدمة، وبيطعنوا واحد من الحرس بسكينة وبينتبه كام وبيخرج منه بركان غضب وبيهاجمهم بكل شراسة وغضب بدون أي رحمة، وبيستخدم أعنف ضرباته وركلاته وبيكسر عظامهم بكل قوة ومهارة، وبيبدأوا يقعوا واحد ورا التاني في مشهد ملوش مثيل من الانتقام الشديد. بيجي المصارع العملاق يهاجمه وبيطير كام فوقه وبيوجه له ضربة قوية جدا، وبيوجه له كام ضربات وركلات بمنتهى القوة والبراعة، لكن روز بتهاجمه بكرباج، وبيدخل مجموعة أخرى من المصارعين العمالقة يهاجموا كام، وبيدخل كون يهاجمهم عشان ينقذ كام، لكن أحد المصارعين الأقوياء بيحمله وبيرميه، وبيحمل المصارع العملاق كام وبيرميه على الهيكل العظمي لفيله اللي قتلوه. بينهض كام وبيربط عظام الفيل في إيده وبيهاجم المصارع العملاق، وبيوجه له ضربات قوية بعظم الفيل اللي بتتكسر عليه، وبيهاجم باقي المصارعين وبيوجه لهم ضربات بعظم الفيل في أماكن تعجيزية. بتحاول روز تهرب في طيارة خاصة من فوق سطح المبنى بعد هزيمة رجالها، لكن كان بيقفز من فوق سطح المبنى عليها وبياخدها وبيسقطه من فوق سقف القاعة، وبتموت روز وبيسقط كام بسلام في المكان اللي فيه عظام الفيل وبيعيش. وبتوصل الشرطة وبيطمن كام على فيلو كون اللي انتقم لأبوه وعمل المستحيل عشانهم.
ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، وإذا عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.